عقب كل زوبعة تضرب بيت المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشغل اتحادية الكرة كعادتها راداراتها بهدف رصد بعض الأسماء التي بإمكانها تصحيح الأوضاع داخل بيت المنتخب. ويبرز اسم الإيطالي فابيو كابيلو بقوة لخلافة البلجيكي جورج ليكانس على رأس العارضة الفنية للخضر. ويتواجد كابيلو من دون أي التزام مهني عقب إقالته الصيف الماضي من تدريب منتخب روسيا الأول لكرة القدم بعد قيادته الدببة للسقوط في عديد الاستحقاقات القارية والعالمية، كان أبرزها الخروج من الدور الأول في مونديال البرازيل. كما سبق للتقني الإيطالي الإشراف على المنتخب الإنجليزي خلال مونديال جنوب إفريقيا، وخرج يومها منتخب الأسود الثلاثة بطريقة مذلة من مونديال القارة السمراء بعدما ضربت شباكه برباعية كاملة من قبل المنتخب الألماني. في المقام الثاني نجد المدرب الأرجنتيني الشهير مارسيليو بيلسا الذي سبق له الإشراف على منتخبي الشيلي والأرجنتين، بينما كان آخر نادي أشرف عليه هو نادي مارسيليا الفرنسي الذي قاده إلى المركز الثالث في موسم 2014-2015، إلا أنه يتواجد حاليا من دون أي فريق أو منتخب. اسم آخر نجده مرشحا بقوة لتدريب المنتخب، وهنا الأمر يتعلق بالفرنسي رولان كوربيس الذي ثقى مؤخرا برئيس الاتحادية محمد روراوا بفندق جورج الخامس بالعاصمة الفرنسية باريس. وسبق لكوربيس أن أشرف على نادي اتحاد العاصمة وأحرز رفقته لقبي كأس الجزائر وكأس السوبر بالإضافة إلى كأس الأندية العربية. ولا يندرج المدرب المحلي في أجندة الاتحادية في ظل القطيعة التي طفت على السطح منذ رحيل الشيخ رابح سعدان. إلى موضوع خروج رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن صمته بعدما نفى إدلاءه بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. باقي التفاصيل تأتيكم في هذا التقرير لجمال نايت عمر. خرج أخيرا رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوا وكشف في بيان له نشرته الفاف على الانترنت أن كل ما قيل على لسانه كان مجرد كذب وافتراء، بل وتعدى ذلك إلى وصفه بالحماقة. روراوا أكد أن بعض الوسائل الإعلامية تفتقر حسبه إلى المهنية والمصداقية ولا تطبق حتى أبجديات الصحافة، مؤكدا أنه لن يدلي بأي تصريح إلا لموقع الاتحادية أو وكالة الأنباء. بيان الفاف الذي طال انتظاره بعد كل ما أثير حول حصيلة المنتخب الوطني في المشاركة الأخيرة بنهائيات كأس إفريقيا بالغابون، كشف من خلاله رئيس الفاف أنه يحترم كل قوانين البلاد، وأنه رئيس منتخب من طرف الجمعية العامة، وأنه سيقدم تقرير وحصيلة المشاركة المخيبة في الكان للمكتب الفيدرالي الذي سيقوم بدراستها، كما أضاف أنه سيقدمه أيضا خلال الجمعية العامة للفاف المقررة شهر مارس المقبل. روراوا لم يتوانى في التأكيد أنه سيبقى على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وسيواصل مهامه إلى غاية الجمعية العامة الانتخابية بعد شهرين. روراوا بفندق جورج الخامس بالعاصمة الفرنسية باريس. وسبق لكوربيس أن أشرف على نادي اتحاد العاصمة وأحرز رفقته لقبي كأس الجزائر وكأس السوبر بالإضافة إلى كأس الأندية العربية. ولا يندرج المدرب المحلي في أجندة الاتحادية في ظل القطيعة التي طفت على السطح منذ رحيل الشيخ رابح سعدان. إلى موضوع خروج رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن صمته بعدما نفى إدلاءه بأي تصريح. ويتواجد كابيلو من دون أي التزام مهني عقب إقالته الصيف الماضي من تدريب منتخب روسيا الأول لكرة القدم بعد قيادته الدببة للسقوط في عديد الاستحقاقات القارية والعالمية، كان أبرزها الخروج من الدور الأول في مونديال البرازيل. كما سبق للتقني الإيطالي الإشراف على المنتخب الإنجليزي خلال مونديال جنوب إفريقيا، وخرج يومها منتخب الأسود الثلاثة بطريقة مذلة من مونديال القارة السمراء بعدما ضربت شباكه برباعية كاملة من قبل المنتخب الألماني.
عقب كل زوبعة تضرب بيت المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشغل اتحادية الكرة كعادتها راداراتها بهدف رصد بعض الأسماء التي بإمكانها تصحيح الأوضاع داخل بيت المنتخب. ويبرز اسم الإيطالي فابيو كابيلو بقوة لخلافة البلجيكي جورج ليكانس على رأس العارضة الفنية للخضر. في المقام الثاني نجد المدرب الأرجنتيني الشهير مارسيليو بيلسا الذي سبق له الإشراف على منتخبي الشيلي والأرجنتين، بينما كان آخر نادي أشرف عليه هو نادي مارسيليا الفرنسي الذي قاده إلى المركز الثالث في موسم 2014-2015، إلا أنه يتواجد حاليا من دون أي فريق أو منتخب. اسم آخر نجده مرشحا بقوة لتدريب المنتخب، وهنا الأمر يتعلق بالفرنسي رولان كوربيس الذي ثقى مؤخرا برئيس الاتحادية محمد روراوا لأي وسيلة إعلامية في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. باقي التفاصيل تأتيكم في هذا التقرير لجمال نيتعمر. خرج أخيرا رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوا وكشف في بيان له نشرته الفاف على الانترنت أن كل ما قيل على لسانه كان مجرد كذب وافتراء، بل وتعدى ذلك إلى وصفه بالحماقة. روراوا أكد أن بعض الوسائل الإعلامية تفتقر حسبه إلى المهنية والمصداقية، ولا تطبق حتى أبجديات الصحة